ليه أهل زوجتك مش بيحترموك ولا بيقدروك؟ علشان الصورة اللي وصلت لهم من كلام زوجتك عنك. الكلام اللي بيتحكي عنك قدامهم هو اللي بيرفع قيمتك. لو بتقول عليك أطيب الكلام هيشيلوك فوق راسهم، لكن لو بتقول ده حارمني، مش بيخرجني، مش بيصرف، مش بيأكلني، غصب عنهم هيصدقوها لأنها بنتهم وانت بالنسبة لهم مجرد راجل غريب. والكارثة انك سايب صورتك بتتدمر قدامهم وساكت، سايب اسرار بيتك تخرج بره. اي خلاف يحصل تروح تحكي لاهلها، انتوا هتتصالحوا بس النفوس هتشيل وترجع تقول هما ليه بيكرهوني. لا فوق، روح لهم، واجه، اتكلم معاهم، قول لهم الصورة اللي وصلت لكم مش حقيقة، وده حق ان اوضح. بنتكم نكرة للجميل، وزي ما هي بتتكلم عليا بتقعد معايا وتتكلم عليكم. على الأقل هتبرأ نفسك وهترفع من قدرك اللي هي نزلته قدامهم. ووصل الرسالة دي لزوجتك، اللي بينا يتصلح جوه البيت مش يتحكي بره. ولو في حاجة غلط أنا أول واحد مستعد يصلحها، بس مش مستعد أكون صورة غلط في عيون أهلك بسبب كلام مش حقيقي. الاحترام يبدأ من هنا، من جوه البيت، قبل أي حد بره. وعايزة أقول لكم إن ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. أنا سي عبد الرحمن، ودي النضارة السودا. سلام.